السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل تتبيله المشاوي، هنعمل بيها فرخه مشويه في الفرن. تعالوا نشوف احنا عملناها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ونقول بسم الله. عندي كده فرخه صغيره الحجم من كيلو 300 لكيلو ونص، تمام. وعندي كده ربع كيلو من الطماطم وبصلايه كبيره، هقطعهم واحطهم في شفشق الخلاط. تمام كده. وهحط عليهم كمان فنجان من الخل. وهحط بقى شطة وفلفل وملح. وهحط عليهم معلقة كبيرة من الزعتر. في عندك روزماري، حطي روزماري. الروزماري برضو بيدي ريحة حلوة قوي. ريحة التتبيلة بعد ما اتضربت جميلة جدا. ابدأ ان انا اعمل بقى فتحات كده في الفرخة بالسكينة عشان التتبيلة توصل للحم وللعظم كمان بتاع الفرخ. ابدأ ان انا اكسر كده اي عظم كده في الفرخة عشان التسوية بتاعتها تبقى مظبوطة. التتبيلة دي بقى تنفع يا جماعة للفراخ، للحمة، تنفع تحطيها في الفرن، على الشواية، على الجريل. بص يعني التتبيلة ريحتها خطيرة تحفة، يعني الريحة بتاعتها جميلة جدا. ابدا ان انا اتبل كده الفرخه بتاعتنا بقى. حطيت كمان شويه فلفل كده. وهبدا ان انا بالتتبيله دي كده اخلي الفرخه بتاعتنا متغطيه بيها. التتبيله دي بقى يا جماعه لازم تقعد يوم كامل، يعني تعمليها من بالليل كده وتاني يوم الصبح تبدأي بقى ان انتي تشوي. داخل علينا بقى العيد، تعملي التتبيلة دي مع الفراخ او اللحمة، يعني هيطلع معاكي الحاجة مظبوطة جدا. دي تتبيلة المحلات بعد يوم كامل. بصوا التتبيلة غيرت لون ازاي. دي بعد يوم كامل، يعني انا عملتها من بالليل وتاني يوم بقى الصبح هبدأ ان انا اشتغل في الفرخ. جبت عندي كده صينية، انا هعملها طبعا في الفرن. اللي عنده جريل يعمل، اللي عنده شواية على الفحم يعمل. تمام. حطيت فيها كده شوية زيت، وهبدأ ان انا انضف الفراخ ديت او الفرخة بتاعتنا، سواء بقى فرخة او لحمة، انضفها من التتبيلة دي كويس. تمام. بعد ما انضفها بقى كده حطها في الصينية عندي، او ممكن لو عندك شبكة ممكن تحطيها كمان على الشبكة فوق الصينية كده. يعني عندك مثلا صاج وشبكة، حطيها فوق الشبكة. عندك الشبكة اللي هي بتتقفل كده وعلى على الفراخ دي، ممكن تحطيها برضو، هتبقى عاملة علامات في الفرخة كده، بتدي شكل جميل جدا. مسخنة عندي بقى الفرن، وهحطها كده على أرضية الفرن خالص واسيبها تاخد لون. انا مخليها كده على وش الفرخة تاخد لون، وبعد كده اقوم قلبها على ظهر الفرخة. انا قاسمه معايا الفرخه كده بالنص. ممكن تعمليها كمان 4/4، تعمليها الاربعة، تقطعها الاربعة. وممكن تخليها فرخه كامله على بعضها، بس الاحسن ان انتي تخليها كده مقسومه من الظهر. ممكن يعني ممكن تخليها على بعضها بس مقسومه من الظهر. هبدا بقى ان انا اقلبها اهو. انا طلعتها اهو، قلبتها، وهرجع انزلها تاني في الفرن برضو على ارضيه الفرن. تمام. بص الفرخة بدأت خالص لونها يبيض، وتبدأ بقى ان هي تخش في السوا. بعد ما تستوي زي ما انتوا شايفين كده، ممكن تعمليه في حماية تولعيها وتحطي عليها نقطة زيت، وتقومي قافلة عليها غطا كده، تبقى ريحتها فحم اكنك عاملاها بالظبط على الفحم. ده للي ايه ما عندهوش شوايه. بصوا بقى الفرخة مستوية. انا يا دوب قطعت بس ايه الجناح كده اوريكم يعني التسوية بتاعتها. انا قدمت معاها كده مكرونة حمراء، ممكن تقدمي معاها رز بشعرية، ممكن تقدمي معاها كمان رز بسمتي. بصوا انا قطعت كمان اهي الصدر
بس مش هقطع اكتر من كده عشان ما بهدلش الفرخة اللي هياكلها. اذا عجبكم بقى الفيديو ياريت لايك واشتراك. السلام عليكم.